فيلم ذا دريم بيكنز. تبدأ قصة الفيلم ويا شخص اسمه سانتياغو، وهو كان يسبح بحمام السباحة، فيجي والده عليا ويقول له قوم لم المكان على مود نروح. ونعرف ان هم وابوه يشتغلون برش الحدائق وتنظيف حمامات السباحة، فيبقون يشتغلون الوقت طويل. ولما سانتياغو يخلص شغله يروح المود يلعب ويا اصدقائه كرة القدم، واول ما وصل شاف الفريق خسرانين الشوط الاول 1-0، فلما بدا الشوط الثاني نزل سانتياغو للملعب وهو بقى يتوعد انه يفوز الفريق، ونشوفه هو بدا يراوغ الخصم بكل مهارة، وبعدها سجل هدف التعادل. وقبل ما تخلص المباراة قدر سانتياغو يفوز فريقه ب4-2 للخصم. ولما خلص لعب ويا فريقه راح لبيتهم وشاف اخوه قاعد، فراح على جدة وقال لها احنا فزنا 4-2 وانا سجلت هدفين، والجدة كانت فرحانة بهاي النتيجة. بعدها سانتياغو عف حقيبته وراح للشغل الثاني واللي هو غسل مواعين بمطعم صيني مقابل اجور ضعيفة جدا. ولما يجي الليل سانتياغو يخلص شغله ويرجع للبيت، وكان يوم طويل ومتعب. وهنا نشوفه هو ضم فلوس اللي حصلهم من شغله بداخل الحذاء. وبثاني يوم اجى واحد امريكي زيارة للبلد وبقى يتفرج على حفيده وهو يلعب كرة القدم. اما بالملعب اللي يمه كان يلعب فريق سانتياغو، فهو انتبه عليهم وبدا يلاحظ طريقة لعب سانتياغو ومهارته. وبعد المباراة راح وتعرف عليه وقال له انا اسمي فوي، مكتشف مواهب اللاعبين واعرف شخص بامريكا يقدر يساعدك بالاحتراف لان انت موهوب. ويقول له انا كنت اتابع لعبك وعجبتنا الطريقة اللي تلعب بيها. فسأله وقال له شو وقت موعد المباراة الجاية؟ وسانتياغو رد عليه وقال له ان المباراة الجاية هي يوم السبت. والمكتشف قال له موعدنا السبت واني وعدك راح اجي. وبعدها تصافح وياه وراح. وراها فوي راح على صديقه وقال له اني اعرف لاعب موهوب جدا واريدك تيجي على مود تشوف لعبه. وقال له هاي فرصة لازم ما نضيعها. وبالفعل صديق فوي وافق انه يجي يوم السبت للمباراة. بهاي الاثناء سانتياغو راح على ابوه وهو فرحان وقال له على عرض فوي، بس ابوه اعترض وقال له هذا الامر ممنوع وانت اترك كرة القدم وركز بشغلك، لانه كل هاي عبارة عن اوهام وتخيلات. وقال له احنا بالمستقبل راح نكبر شغلنا ونشتري سيارة وراح نقدر نشتغل شغل خاص بينا، وكرة القدم ما راح تجيب لك فلوس مثل ما انت تظن ولا راح تحقق امنياتك. وبيوم السبت راح فوي على مود يشاهد المباراة، ونشوف سانتياغو وهو كان ياخذ من بخاخ الربو، ونعرف انه هو عنده ربو مزمن. بعدها نزل للملعب وبدا يلعب بطريقة احترافية وجميلة، بس نعرف انه صديق فوي هو ما اجى وخلف بوعده. ففوي اتصل عليه لكن صديقه اعتذر من عنده وقال له اني باجتماع طارئ وما اقدر اجي، وانا راح اسافر على انجلترا بعمل مهم جدا. وفوي عصب عليه وقفل التليفون بوجهه وبقى يكمل مشاهدته للعبة. وهنا فوي يتاكد من سانتياغو وعرف انه هو موهبة حقيقية نادرة. فلما انتهت المباراة نزل واعتذر من سانتياغو لانه صديقه المكتشف ما قدر يجي. وسانتياغو بينت عليه اثار الاحباط وفقدان الامل. فجدة سألت فوي وقالت له ممكن المكتشف يجي بوقت المباراة اللي بعدها. وفوي قال لها هو ما راح يقدر يجي بعد لان هو راح يسافر لانجلترا بعمل مهم، واني ايضا بهاي الفترة راح اسافر. فسانتياغو شكره على اهتمامه وودع وراح. وبهاي الاثناء فوي اتصل على مدرب فريق نيوكاسل، وهنا نعرف انه فرق التوقيت كان يختلف عن توقيت المدرب. واول ما اتصل بيه وقعد من النوم قال له انا كنت اشتغل وياك مكتشف مواهب. فرد عليه المدرب وقال له انه الساعة يمي ب3:30 بالليل وانت شلون متصل علي بهيك وقت. وفوي اعتذر من عنده وقال له انا بامريكا واكو لاعب بامريكا موهوب جدا وممكن اذا تشوفه تنطيه فرصة او تستغل موهبته في فريقك. ونعرف ان المدرب كان شبه نايم، فوافق بدون وعي على مود يخلص المكالمة ويرجع ينام. وقبل ما فوي يسافر راح على سانتياغو وقال له انا حكيت ويا مدرب نيوكاسل وهو انطى موافقة مبدئية بانه راح ينطيك فرصة تلعب بالفريق، لكن لما ابوه سمع عصب هواية عليه وهو اعترض على هاي الفرصة. او قال له انت مصدق راح تلعب بانجلترا؟ وايضا قال له لا تبقى تحلم بشيء مستحيل وما راح يتحقق، وانا اريدك تفكر بالواقع اللي عايشين بيه. لكن هنا جدة سألت فوي وقالت له انت شايف سانتياغو يمتلك موهبة حقيقية؟ وفوي قال لها انا كنت اسأل نفسي بنفس السؤال وانا قدرت اتاكد انه هو محترف جدا. بهاي الاثناء سانتياغو قرر انه يسافر على مود يحقق فرصته الاخيرة، وبقى يشتغل ويجمع بالفلوس على مود يشتري بهن تذاكر الطيران وفلوس السفر. وبعد ايام طويلة ومتعبة راح على مود يشوف ايش قد جمع فلوس، بس يتفاجئ لما يلقى انه الحذاء فارغ والفلوس مو مكانهن. وعرف انه ابوه هو اللي اخذهن من عنده. فراح عليه وسأله على الفلوس، والاب قال له انا اشتريت سيارة ب4000 وانا اخذت من عندك 1500 على مود اكمل فلوسها. ويقول له انا راح انطيك نص الربح اللي راح يجي من عندها. لكن سانتياغو ضاج وحزن وقال له انت تعرفني انا اريد اسافر على مود احقق حلمي وهاي الفرصة الاخيرة الي وانا محتاجهم ضروري. فابوه قال له شنو فايدة السفر وبعدها تفشل وترجع، وبهيك حالة انت راح تتعب وتخسر الفلوس اللي تعبت عليهن. ونعرف انه ابو سانتياغو كان دائما يعترض على القرارات اللي يتخذها ابنه، وايضا هو كان ما يشجعه على مود ما يحترف بكرة القدم لانه كان همه يشتغل على مود يجمع الفلوس. فهنا سانتياغو استسلم
يستسلم للأمر الواقع لأنه ما كانت بإيده أي حيلة، وبثاني يوم يروح ويا أبوه للشغل كالعادة، بس شغفه وحماسه بالحياة طفى تماما لأنه ما بقى عنده هدف بحياته. وما رجع للبيت جدة سانتياغو تنطيه تذكرة طيران لإنجلترا، وقالت له سافر وحقق حلمك. ونعرف إنه جدة أنطته كل الفلوس اللي كانت جامعتهن على مود يقدر يحقق الحلم اللي صبر على موده. وفعلا سانتياغو سافر لإنجلترا، وهي هاي أول خطوة لتحقيق الحلم. وبهاي الأثناء يقابل فوي، وفوي حدد موعد ويا مدرب نيوكاسل، ولما اجى الموعد راحوا وقابلوا المدرب، لكن لما قابلوه المدرب ما كان متذكر فوي ولا متذكر انه هو متفق وياه، بس المدرب وافق انه ينطي فرصة لان هو جاي من بلد بعيد. فهنا سانتياغو غير ملابسه ونزل للملعب، وبكل مرة بقى يوقع ويرجع يقوم، ولعبه كان سيء جدا بسبب الارتباك، وهو ما كان بالمستوى المطلوب وبالمهارة اللي شافها بيها فوي. ولما خلص لعب قابل فوي وقال له انا ما اعرف شنو صار لي اليوم لانه انا مرتبك وتعبان، وقال له وعدك باكر راح العب بشكل افضل. بس فوي رد عليه وقال له للاسف ماكو فرصة ثانية لانه المدرب انطاك فرصة واحدة. لكن لين فوي يعرف موهبته الحقيقية راح على المدرب بحفلة خيرية، وحاول يقنعه بانه سانتياغو كان يعاني من التعب والارتباك، وقال له انطيه شهر واحد يتدرب بيه او ممكن يصير احسن او يرجع بالمهارة اللي انا شفته بيها. وبالفعل المدرب وافق انه ينطيه فرصة ثانية. بعدها فوي قال له سانتياغو على فرصة المدرب، او سانتياغو فرح هواية بهذا الخبر. وراها نشوف سانتياغو هو يتدرب وبدا يثبت مهارته ولعبه الحقيقي، وايضا بدا مستواه يتحسن او يتفوق ويصير افضل. فهنا المدرب صاح له وانطى بعض الملاحظات على لعبه، وعلمه طريقه التمرير الصحيحه وسرعه اللعب. وايضا المدرب يقول له انت لازم تكون اسرع من الكره بالملعب لانه هذا الشيء ضروري جدا. وبهاي الاثناء سانتياغو قرر انه يكثف التدريب بصوره اكبر، وايضا قرر انه يستغل الوقت بالتمارين واللعب. وهسه نشوف المدرب وهو طول هاي المده كان يشاهد احتراف سانتياغو. وباخر يوم له بشهر الاختبار سانتياغو يتفاجئ من يشوف اسمه فريق الاحتياط الفريق نيوكاسل، واول لعبه له فريق الاحتياط انتظر لاعبين الفريق يطلعون على مود ياخذ علاج الربو. واول ما طلع الفريق يطلع البخاخ، بس البخاخ يوقع من عنده وصديقه يدوس عليه بالغلط ويكسره. ولما يدخل المباراه كان لعبه سيء جدا، وهو ما كان يقدر يتنفس بسبب الربو المزمن، وكانت اسوأ مباراه له. وبثاني يوم ركب تاكسي على مود يرجع لامريكا لان هو فشل بالتدريب وفشل بالاختبار. بس بالصدفه اجى لاعب بالفريق الاساسي واللي يكون اسمه هارس، وهو كان سهران يم اصدقائه، ومن طلع شاف سيارته مسروقه فطلع بتاكسي، ونعرف انه هي نفس التاكسي اللي صعد بيها سانتياغو. فهنا هارس بدا يحكي ويا سانتياغو ويتعرف عليه، وهو عرف اللي صار وياه بالضبط، فقرر ياخذه ويروح على المدرب ويقول له للمدرب بانه سانتياغو لاعب محترف، بس سانتياغو مريض بمرض الربو المزمن، وهو اول ما راد ياخذ العلاج البخاخ وقع من عنده وانكسر. ومن دخل للمباراه اجته نوبه الربو والتعب، وهذا كان السبب الرئيسي بلعبه السيء. فالمدرب سال سانتياغو وقال له صحيح انت عندك ربو؟ فسانتياغو قال له انا ما كنت اريد احد يعرف اني مريض بالربو المزمن لانه انا ما اريد احد يعرف نقطه ضعفي. فالمدرب قال له المشكله مو بالمرض لانه المرض يتعالج، بس المشكله بالكذب. بعدها سانتياغو اعتذر للمدرب لانه ضم عليه اهم مشكله ممكن تواجهه بداخل الملعب. وبالفعل المدرب وافق انه ينطيه فرصه اخرى على مود يستغل موهبته بشكل صحيح، او قال له قبل لا تلعب روح على الدكتور او قل له على حالتك، والا تتعالج يلا تنزل للتدريب. وبالفعل بدا سانتياغو يتعالج يم دكتور شاطر جدا بالامراض المزمنه. بعدها بدا سانتياغو ينزل بكل مباراه بالفريق، وبدت تبين موهبته واحترافه، وسانتياغو صار يسجل اهداف هوايه، والفريق بالكامل اعتمد عليه بالفوز. وبيوم من الايام راحوا حكوا ويا مساعد المدرب، وهو كان معصب هوايه، وقال له انا ما لقيت اسمي بالفريق الاحتياطي وانتم ليش مطلعيني؟ لانه اني العب باحتراف وقوه او اسوي اي شيء يقول لي عليه المدرب. فمساعد المدرب قال له اهدأ ولا تنفعل وحاول تفهم الامور لانه انت صرت من ضمن الفريق الاساسي. وايضا قال له انت راح تسافر وياهم يوم السبت. وسانتياغو يفرح هوايه بهذا الخبر ويكون مصدوم وما مصدق لانه اخيرا بدا الحلم يصير حقيقه. ونشوفه باول مباراه له هو كان قاعد بالاحتياط، وفجاه احد اللاعبين يتعرض لاصابه، والمدرب يقرر انه يدخل سانتياغو بمكانه. وهنا بدا سانتياغو يلعب باحتراف وقوه ومهاره، ووالد سانتياغو كان يتفرج عليه من المقهى القريب عليهم، وهو كان كلش فرحان ومفتخر بلعب ابنه. وبهاي اللحظه ابوه غير نظرته على حلم سانتياغو لانه اخيرا قدر يحقق الهدف اللي كان يطمح له، وهو كان ندمان هوايه لانه بالبدايه وقف ضد سانتياغو. فيقوم يقول لكل الموجودين هذا ابني واني فخور به جدا. بعدها نشوف ابوه وهو دا يشتغل بالحديقه، وفجاه اجته سكته قلبيه، وبهاي اللحظه اخو سانتياغو الصغير شافه. بعدها فوي يروح على سانتياغو وقال له اتصل بالجده، وبالفعل سانتياغو يتصل عليها، والجده قالت له انه ابوك توفى بسكته قلبيه. وسانتياغو لما يسمع الخبر ينصاب بصدمه قويه جدا. بعدها بدا يتدرب، بس هو كان مقهور وحزين على وفاه ابوه. والمدرب لما
لما شافه نادى عليه وقال له اني حاس بيك وادري بيك متاثر بوفاه والدك، بس انا اريدك تتحضر للعبه الجايه يوم السبت وانت راح تكون بالتشكيله الاساسيه. وهو فرح هوايه لانه صار من المهمين بالفريق، فبسرعه راح على فوي وهو فرحان وقال له انا صرت اساسي بالفريق، وقال له المباراه الجايه راح تكون ضد ليفربول. ولما اجى موعد المباراه نزل سانتياغو اساسي باول لعبه له وقدر يحرز الهدف الاول عن طريق هارس، بس بوقت قليل قدر فريق ليفربول يجيب هدف التعادل. ولما يبدا الشوط الثاني ليفربول قدر يسدد الهدف الثاني وصارت النتيجه بتقدم ليفربول على فريق سانتياغو بهدفين مقابل هدف واحد، لكن هذا الشيء ما خلى فريق سانتياغو يستسلم. وفجاه سانتياغو يمرر الكره لهارس وبهجمه واحده قدروا يسددون الهدف الثاني والفريقين قدروا يتعادلون. وباخر دقيقه بالمباراه كانت عنده ضربه مباشره وتم اختيار سانتياغو بانه هو اللي يسدد الضربه، وكانت لحظه حاسمه جدا على مود ينقل فريقه للفوز، فيلعبها بشكل احترافي ويحرز الهدف الثالث. وقدر سانتياغو يفوز فريقه من اول لعبه له بالفريق الاساسي، وكل الجمهور يشتعل بالحماس، وفوي والمدرب كانوا كلش فخورين بيه، وهو تمنى انه ابوه عايش وشاف الانجاز اللي سواه. ومن هنا بدا تألق ونجاح سانتياغو وعرف بنفسه موهوب ولازم ما يخلي اي شيء ياثر على موهبته. بعدها تتصل بيه جده وقالت له ابوك كان يتفرج عليك بالمقهى باخر مباراه قبل ما يموت، وهو كان فخور بيك هوايه. وسانتياغو فرح هوايه من سمع بهذا الخبر لانه قدر يثبت حلمه لابوه. ولما جده اتصلت عليه انطته دعم وقوه، وبعد مرور الايام سانتياغو يتألق بالفريق ويحصل على شهره واسعه وينتقل من غسل المواعين والفقر اللي كان عايش بيهن الى اشهر لاعب بكرة القدم. ولهنا تكون نهاية الفيلم. الافلام والمسلسلات الحصرية تقدرون تتابعوها على قناتي باليوتيوب باسم مستر افلام، او ايضا على صفحتي بالفيسبوك باسم وزارة الافلام العراقية، وتقدرون تتواصلون وياي وتطرحون علي اقتراحاتكم بالافلام والمسلسلات من خلال حسابي على الانستغرام كادر مستر افلام. يتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. شرعا لدى مجلس القضاء الاعلى دخول شهر رمضان. يا نور الهلال أقبل تعال